مساء الخير أيها الأخوة المواطنون، ليلكم زي الفل. امبارح كابتن شوبير طلع بتصريح بتاع القلة المندسة اللي في وسط جمهور الأهلي، واحنا جالنا معلومات، مش عارف جالهم معلومات منين، إن كان في فعلا قلة مندسة وتأكدنا وما تأكدناش. وقرر إنه يلعب دور حامي حمى اللعيبة والإدارة ضد الجمهور. طبعا احنا هنا بنتكلم على موقف، ما بنتكلمش على الشخص، واحنا متفقين ان احنا مالناش دعوه بالاشخاص، ما بنجيبش سيره اشخاص، ما بنغلطش في حد، ما بنشتمش حد، احنا بننتقد تصرفات ومواقف. فكابتن شوبير النهارده بقى حب يحط كمان اضافه، يعني النهارده خد قرار انه يضيف او انه يجود على اللي هو قاله امبارح. فقال لك ايه بقى؟ قال لك ان قرار استبعاد كهربا ان كان قرار مش فني، لو هو فعلا قرار عشان يرضي الجمهور، فمن امتى الجمهور بيقف ضد الفرقه وبيقف ضد اللعيبه، ودايما جمهور الاهلي هو حماه. فاللي بيحصل ده جديد، كاننا بنتفرج على كوره بنشجعها امبارح الصبح. انا هتكلم في الموضوع ده من جزئيتين. الجزئيه الاولى ان يا كابتن شوبير ما كانوش قله مندسه ولا حاجه، وجمهور الاهلي اللي كان في الاستاد ما عملش حاجه. اي نعم كان هاجم اللعيبه بطريقه قاسيه، بس لا غلط في حد ولا شتم حد ولا عمل حاجه. والجمهور اللي في الملعب ده جمهور كويس، يعني جمهور لطيف، لما بينتقد حتى بينتقد بشكل لطيف. جمهور الاي دي ده طريقه هجومه حتى شيك، مش طريقه هجوم جمهور الالترا الزمان والشتيمه والبتاع. مش معنى كده ان ده كان صح، بس ده معناه ان الجمهور ده ما عادش، الجمهور اللي في استاد حاليا ما عادش بيهاجم بالطريقه بتاعت زمان، او نتيجه طبيعه الجمهور اللي موجوده. ده رقم واحد. يعني ما احنا لازم نكون متفقين وعارفين ان مفيش حاجه اسمها قله مندسه في وسط الجماهير، لان اللي في عصر الاي دي وتذكرتي وبتاع، الراجل اللي داخل يشجع ده معروف هو مين، ورقمه ايه واسمه ايه ورقم بطاقته ايه، معروف كل حاجه قبل ما يخش الاستاد. فهم مش قله مندسه ولا بتاع. جمهور الاهلي في مصر كلها كان غضبان، في العالم كله جمهور الاهلي كان غضبان عموما. فكان سلوك عام، في مبالغه صح غلط ماشي، انما ان هو تقول ان هو قله مندسه وقله في وسط الجمهور والكلام ده مش حقيقي، مش حقيقي خالص. نقطه النهارده بقى بتاعت كهربا، ده ايه اللي جاب القلعه جنب البحر؟ يعني ايه علاقه ان الجمهور متضايق من كهربا؟ ان من امتى جمهور الاهلي مش حمل للنادي؟ هو كهربا هو النادي الاهلي؟ حتى لعيبه الاهلي كلها فرقه الاهلي هي النادي الاهلي؟ لا. وطبيعي جدا اي جمهور في حاله خساره اي فرقه بيهاجمه، في اي جمهور في اي نادي في اي حته في الدنيا، لو الفرقه مش كويسه وفرقه بتأديش الطبيعي، ان كان في تقصير في الفرقه فالجمهور من حقه يهاجم. هو اصلا دي وظيفه الجمهور، يعني الجمهور ما مش صاحب مصلحه. وبلاش نحط الجمهور في طرف والاداره واللعيبه في طرف، لان هم مش خصمين، هم المفروض كيان واحد. هو مثلث، لو طلع فيه انكسر المثلث الدنيا تبوظ. الجمهور الاهلي واداره الاهلي ولاعيبه والفريق الاهلي ده مثلث، لازم يفضل المثلث ده مترابط. لو حصل شرخ او كسر في اي ضلع في المثلث ده الدنيا باظت، واهم ضلع في المثلث ده هو الجمهور. فبلاش نحط الجمهور طرف والاداره واللعيبه طرف، لان ده الطرف الاقوى اصلا. لان بدون الجمهور لا شيء، مالكش وجود، مالكش لازمه، محدش هيحميك، محدش هيدعمك، محدش هيقف جنبك، محدش هيفوق لعيبتك، محدش هيحاسب لعيبتك، محدش هيشجعهم. فالجمهور هم اهم عنصر في المعادله. بدون الجمهور مفيش كوره، هي الكوره جمهور. وطبيعي جدا الجمهور يتضايق من اللعيب ويهاجمه لما يبقى مش كويس. وكهربا وحش، كهربا عامل تصرفات مش في الفترة الأخيرة مشتت ومش مركز. فطبيعي جدا، حتى أنا على فكرة مش مقتنع إن كولر أبعده عشان خاطر الجمهور. أنا مقتنع إن هو كولر أبعده لأنه مش جاهز فنيا، بس مش معنى كده إن لو هو كولر أبعده عشان خايف عليه من الجمهور، فإن الجمهور الأهلي ما عادش حمى للأهلي أو ما عادش بيحمي الأهلي. ده بالعكس، لازم اللعيب المقصر يعرف انه مقصر. امال هو ايه فايده الجمهور؟ مع يعني الجمهور بيشتغل ايه؟ بيشجع ليه؟ بيشجع عشان وانت كويس يقول عليك، يقول لك برافو ويشجعك، وانت وحش يسكت؟ يبقى انت ما خلاص كده مش جمهور. يا كابتن شوبير من فضلك، انت كابتن كبير ونجم كبير وناظر مدرسة الاعلام وكل حاجة كويسة،
ليك ما ليك وعليك ما عليك، ولكن النادي الاهلي اهم من اي مصلحه. يعني النادي الاهلي اهم من مصلحتك الشخصيه، واهم من مصلحه الاداره، واهم من مصلحه اللعيبه، واهم من من مصلحه مصطفى ابنك. مصلحه الاهلي اهم من اي شيء وفوق اي اعتبار. واللي ساند حضرتك لحد الان ان في شريحه كبيره او شريحه مهمه او شريحه ما في جمهور الاهلي مقتنعه ان كابتن شوبير وجوده في الاعلام مهم. حتى لو في تصرفات كتير لكابتن شوبير، في ناس كتيره اهلاويه وزملكاويه عارفين ان عليها تحفظات كتيره، ولكن في النهايه انت راجل اعلامي مهم، وراجل بتمثل حاليا، بتمثل قناه الاهلي وبتمثل اعلام الاهلي، فلازم كل كلمه تقولها تكون محسوبة، وتكون حضرتك وانت بتقول الكلمة مقدر تبعات الكلمة دي ايه. فمش مطلوب ابدا في الوقت اللي احنا فيه ده ان انت تحط إدارة الاهلي ولاعيبة الاهلي في كفة، وتحط في الكفة التانية جمهور الاهلي. والسكة دي غلط، والسكة دي لو انت جبت مين وعملت فرقة من ايه بدون الجمهور الفرقة هتقع. ده قطعا. وانت داخل على ماتش مهم كان لازم نهدي الجمهور، لازم الصفحة اللي اتفتحت اللي مش كويسة دي اللي بين الجمهور وبين اللعيبة من الماتش اللي فات، لازم الصفحة دي تتقفل. مش كل يوم حوار وكل يوم قصة بخصوص نفس الموضوع. واتمنى ان يكون رسالتي وصلت وليلكوا زي الفل.